ازيكم يا بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنتعلم مع بعض نعمل كيكه رواين تطلع معانا هشه جدا ومرتفعه وطعمها حلو جدا. كيكه كده طعمها حلو جدا، وهنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. بنعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه هنجيب 3 بيضات كبار في الخلاط بتاعي، يكونوا بدرجه حراره الغرفه عشان يدمجوا معايا بسرعه. على كل بيضايه كيس واحد من الفانيليا، وبعد كده ببدا انزل بنص كوبايه من السمنه. جربتها معاكم بالسمنه وطلعت طعمها حلو جدا، ومعلقه من الخل. وبديل الزبادي كوبايه من اللبن دافيه، بحط عليها معلقتين من الخل واسيبهم لحد ما يتكتلوا كده معايا، ببدا انزل بيهم في الخلاط. او ممكن نستخدم كوبايه من الزبادي. بعد كده معلقه كبيره من بشر البرتقال وكوبايه كبيره من السكر. وطبعا الكوبايات هي موحده معايا في المواد الجافه والمواد السائله. نيجي بقى للمواد الجافه بتاعتي. بنخل كوبايه من الدقيق، وطبعا بنخل الدقيق عشان يدخل هواء للكيكه بتاعتي. ومعايا نص كوبايه تانية من الدقيق، وهبدا اني انخلها. وطبعا كميه الدقيق دي بيرجع على حسب نوعيه الدقيق بتاعتك، في الاخر هنشوف السمك المناسب. نص كوبايه من جوز الهند. ومعايا هنا السميد، بيكون السميد بتاع البسبوسه سواء كان الاكياس او الفلت. معايا كوبايتين الا ربع من السميد. وبعد كده ببدا انزل بمعلقه كبيره من البيكنج باودر على رشه بسيطه من الملح، وكده المكونات بتكون جاهزه معايا. مكونات سهله جدا وبسيطه، وبقلبهم كويس جدا مع بعض قبل ما انزل بالمواد السائله اللي انا عملتها في الخلاط معاكم. بعد كده بنشوف السمك، لو كان محتاج معلقتين من الدقيق بنضيفهم، ما كانش محتاج كده بيكون تمام مظبوط معايا. وطبعا المعلقتين دي اللي في الاخر دول بيكونوا على حسب نوعيه الدقيق بتاعتك. دي المواد السائله اللي انا خلطتها، وده اللون بتاعها. ببدا اني اخلطها مع بعض كده على المواد الجافه، وهقلب بالراحه كده بالمضرب. ما نقلبش كتير عشان خاطر فيها بسبوسه، عشان ما يتكونش معايا عرق في البسبوسه وتطلع معايا كيكه ناشفه. عايزينها هشه جدا وطريه زي ما انت شفتيها اول الفيديو. فيا دوبك بس كده بندمج المكونات مع بعضها من تحت لفوق من تحت لفوق لحد ما يدينا السمك اللي انت شايفاه ده. انا هنا حسيت زي ما قلت لك ان هي محتاجه دقيق، فضفت حوالي معلقه كبيره هرميه من الدقيق. وطبعا المعلقه دي بتكون على حسب نوعيه الدقيق بتاعك، في دقيق بيشرب وفي دقيق ما بيشربش. المهم لحد ما يديكي السمك اللي انا قلت لك عليه وانت شايفاه في الفيديو ده، كده خلاص بيكون مظبوط معانا. بالسباتولا كده من فوق لتحت عشان خاطر اتاكد ان مفيش اي كتل من الدقيق زي ما انت شايفه. وده السمك المناسب لكيكه الرواني بتاعتنا، ولا هي بتكون خفيفة زي الكيكة ولا بتكون تقيلة زي البسكوت، بتكون وسط ما بين الاتنين. بنجيب أكبر صينية في صواني الحوض وبندهنها زيت أو سمنة، وبعد كده بنبدرها بدقيق، وهننزل بكل الكمية بتاعتنا. ولو عايزة تعملي في صينية أصغر بتقسمي المكونات على النص. وبعد كده بدخلها في درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني لحد ما تاخد معايا اللون من تحت. هنحضر الشربات بتاع الكيكة بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين من السكر على كوبايتين ونص من المية، ويدوبك بس كده نقطتين من الليمون. وهبدأ اني اسيبهم على نار هادية لمدة 7 دقايق او 10 دقايق لحد ما يديني السمك الوسط اللي انت شايفاه بالطريقة دي. هنا الكيكه بتاعتي كانت خلاص اخدت لون من على الجوانب، وحطيت فيها الاسباتيولا وطلعت معايا نظيفه كده. هفتح لها الشوايه تاخد لون ذهبي، وبتكون جاهزه معايا بالطريقه الحلوه اللي انت شايفاها دي، اللون ذهبي وشكلها حلو جدا. وطبعا معايا هنا الرواني بتكون لسه طالعه من السخن، والشربات بيكون دافي، ولا هو بارد ولا هو سخن. شربات دافي، والرواني بتاعتي بتكون طالعه من الفرن سخنه، ولازم نسقيها على طول عشان فيها سميد ما يتحجرش معايا. وطبعا الشربات زي ما قلت لك ما بيكونش تقيل عشان خاطر كانها بسبوسه. وطبعا شربات البسبوسه بنعمله وسط، ولا هو خفيف خالص ولا هو تقيل. زي ما قلت لك من 7 ل 10 دقايق على النار. خلاص كده سقناها بالكميه المناسبه بتاعه الشربات بتاعتنا. حابه تحطي الكميه كلها زي ما انت عايزه، حابه تحطي لحد ما تتشرب منك حطي. وبعد كده بندهن على طول الوش بتاعها بجوز هند عشان يمسك فيها، والشربات لسه ساقيينه للكيكه بتاعتنا عشان لما نمسك القطعه بس ما ينزلش منها الجوز الهند. هنسيبها تهدى اقل حاجه ساعتين عشان خاطر ما تتفتتش منك، لانها هي طريه جدا. فهنسيبها تمسك نفسها كده حوالي ساعتين او 3، او ممكن ان احنا نبيتها لتاني يوم. وبعد كده هبدا اني اقطعها التقطيعه اللي انت عايزاها. تديكي كميه كبيره جدا، وفي نفس الوقت طريقتها سهله جدا وسريعه، جربيها. اهم التكات اللي قلتلك عليها
ان احنا نشوف السمك المناسب للدقيق وندخلها على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. اول ما تاخد لون من تحت بنفتح لها الشواية، والشربات بتاعها زي ما قلتلك بيكون ولا هو وسط ولا هو خفيف. ودي القطعة طالعة خفيفة جدا وطعمها حلو. جربي الوصفة كاملة، اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة. سلام يا بنات.